بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم على قناتكم قناة أشرف القاضي. إن شاء الله النهاردة هنشوف إعدادات جهاز ستار نت 2080. أولا إعدادات مش صعبة وقريبة جدا من نفس الإعدادات اللي موجودة على جهاز الأندرويد الأولاني 2050 و 2070. طيب ده شكل يا جماعة الواجهة الخارجية أو واجهة الأندرويد بتاع الجهاز بتاعي. زي ما احنا شايفين هي متقسمة لتطبيقات اللي موجودة على الجهاز والاي بي اللي موجودة على الجهاز. بعض الاي بيات موجودة، الاي بي تي في طبعا موجود على الجهاز، موجود قدامنا على الواجهة الخارجية. عندنا هنا ها اي بي تي في، وعندنا هنا كويك اي بي تي في وكويك فوت. عندنا هنا برضو المتصفح جوجل كروم ومنصة نتفليكس ومنصة يوتيوب، كل ده خارجي. وعندنا هنا جوجل بلاي، وعندنا هنا تطبيق الميرا كاست الخاص بإظهار الموبايل على الشاشة. تمام. أنا أول حاجة لما باجي أفتح الجهاز لأول مرة ببقى عايز اوصل اول حاجه في الانترنت. طيب انا عشان اوصل الانترنت بطلع بالشكل ده كده. فوق قدامي علامه الدايره اللي على اليمين فوق دي علامه الاعدادات او سيتنج، وعندنا بعد كده واي فاي، بعد كده بلوتوث، بعد كده قارئ الوسائط اللي في الجهاز. طيب انا عايز اول حاجه عندي اوصل الواي فاي. انا وانا واقف هنا على الواي فاي انا هحرك الماوس بتاع الريموت عشان يظهر معايا بالشكل ده، عشان اوريكم الواي فاي بتجيبه منين. زي شايفين الدايره اللي بتتحرك دي فوق على اليمين فوق اهي، دي علامه الواي فاي اللي انا واقف عليها دي، وبضغط اوكي وانا واقف بالماوس وبروح على الشبكات. بيجي لي هنا يا جماعه بيقول لي الشبكات والانترنت على اليمين. طبعا بيجيب لي الشبكات المتاحه، هي شبكه دي شبكتي اللي موجوده ديت قدامكم اللي هي شبكه اتصالات اي 5 يو 3. لو جيت بضغط عليها يا جماعه، لو انا جيت بضغط عليها بالشكل ده، بس قبل ما اضغط عليها عشان اكتب الباسورد في حاجه. لو انت عايز توصل كابل الانترنت في عندك هنا حاجه اسمها ايثرنت. ايثرنت تحت اهي اللي انا واقف عليها دي ايثرنت مكتوبه بالازرق الصغيره دي، وفي تحتها غير متصل. عايز توصل كابل نت على طول بالجهاز، وصل الكابل بالجهاز وخليها هنا متصل بدل غير متصل، هيقرا اعدادات على طول وياخد الاي بي بتاع الراوتر. تمام. انا هنا عايز اوصل واي فاي، باجي على الشبكه بتاعتي اهي الشبكه وبقف عليها. انا هلغي الماوس وهشتغل بالاتجاهات اللي موجوده في الريموت كنترول. انا كده لغيت الماوس، بضغط ضغطتين وبخرج من الماوس. انا كده اهو بحرك يمين وشمال وفوق وتحت عن طريق الاتجاهات اللي موجوده في زراير الاتجاهات اللي موجوده في الريموت. انا واقف كده على الشبكه بتاعتي بضغط اوكي، بيديني كيبورد، والكيبورد دوت بيقول لي اكتب الباسورد. انا بكتب الباسورد بتاعي، كتبته وباجي بعمل خروج للكيبورد دوت. الخروج دايما هنا في الريموت بتاعنا بالسهم المعوج، بتلاقيه على اليمين من كلمة اوكي، تلاقي سهم معوج كده هو الخروج. تمام. باجي بنزل على اتصال، دي كلمة اتصال بضغط عليها اتصال. تمام. ثواني انا عايز كلمة اتصال تكون باينة، هي مش باينة لكم للأسف. اهي كده كلمة اتصال اهي انا واقف عليها وبضغط اوكي. لما بضغط اوكي بيقول لي جاري الاتصال بالشبكة، بيعمل لي ربط، بيقول لي تم الاتصال بنجاح. كده خلاص انا وصلت الانترنت على الريسيفر بتاعي بمنتهى السهولة. خلاص كده وصلت. تمام. عايز اقفل الواي فاي في اي وقت عشان الاطفال عندي ما يشغلوش مثلا الواي فاي على الريسيفر، باجي على كلمة واي فاي اللي قدامي ديت اهي واي فاي دي، وبدوس عليها اوكي. لما بضغط اوكي بيقفل لي شبكه الواي فاي. كده انا خلاص فصلت النت عن الريسيفر نهائي. عايز اشغله وانا واقف على كلمه واي فاي دي بضغط اوكي، بيروح فاتح لي النت مره تانية وبيبدا يعمل لي اتصال بالشبكه بتاعتي. خد الاي بي وفتح اوتوماتيك اهو كده، فتح والدنيا تمام وزي الفل. خلاص كده يبقى الدنيا كده معايا شغاله تمام بالنسبه لاتصال شبكه الواي فاي في الجهاز. طيب بخرج كده منها. بعد كده يا جماعه انا بقى عايز اشوف التطبيقات. لو عايز انزل اي بي تي في او التطبيقات، طبعا اليوتيوب شغال عادي جدا، والبحث عليه بالطريقه باللغه العربيه ممتاز جدا، مفيش فيه اي مشاكل. عايز انزل اي بي تي في بروح على، شايفين العلامه اللي تحت دي الاب ستور، شايفين؟ هشاور لكم عليها بالماوس عشان تبقوا عارفين. هي الماوس بتاعي اهو، الشنطة الصفراء الصغيرة دي هي دي الاب ستور بتاعي اللي فيه
تطبيقات الاي بي تي في ومكتبات افلام ومسلسلات ومكتبات باقات رياضه وشغل عالي قوي. لو جيت ضغطت عليها كده بيوديني على الاب ستور بتاعي، ده الاب ستور وفيه كل الاي بي تي في بتاعي. عندك 10 اي بي تي في منهم هاها سنتين والباقي كل واحد منهم سنه. طيب انا عايز انزل مثلا، انا منزل الهاها مثلا اي بي تي في، انا عامل له انستول ومنزله. طب انا عايز انزل مثلا الدراجون، باجي واقف على الدراجون بالشكل ده، هلغي الماوس واشتغل بالاتجاهات اللي في الريموت. عايز انزل دراجون مثلا، شايفين كده يا جماعه؟ ده اي بي تي في دراجون عليه لمده سنه 12 شهر مجاني، تمام. وفي مكتبه مسلسلات وافلام ورياضه واطفال وانمي ومكتبه اسلاميه كبيره. بضغط على دراجون بالشكل دوت، بيقول لي هنا كلمه داونلود. داونلود ديت يعني ايه؟ داونلود دي يعني انت هتنزل التطبيق عندك على الجهاز بتاعك. داونلود انا واقف عليها اهي. وفي كمان لو جيت بصيت على اليمين كاتب لك منصه دراجون ياتيك لمده 12 شهر مجانا. يعني لو جيت رحت لها بالشكل ده، ثواني هروح لها برضو بالماوس عشان تبقى واضحه ليكوا اهي. مكتوب هنا ايه؟ ياتيك لمده 12 شهر مجانا عند التفعيل بكود 10 سبعات. مكتوب اهو، بيقول لك الكود بتاعك، يعني انت اللي هتعمل التفعيل وانت اللي هتنزل الكود وتكتبه بنفسك وخلاص، يبقى انت كده شغلت المنصه تمام. هلغي الماوس واشتغل بالاتجاهات. طبعا هنا بيديك كمان بيانات على السيرفر الاي بي دوت. مثلا بيديك كده، لو جيت ضغطت بيديك ما شاء الله يعني ايه شغل جميل. بيديك امكانيات الاي بي وفي نفس الوقت بيديك كل المكتبات اللي موجوده عليه، وبيديك الكود اللي هو العشر سبعات. بخرج كده وباجي على كلمه داونلود دي وانا واقف عليها وبضغط داونلود، بيبدا يحمل. هو الاي بي تي في دراجون اي بي تي في ده 20 ميجا، يعني كلام فاضي، في اقل من دقيقه بيكون اتحمل عندك. بعد ما بيتحمل بيقول لك اكتب كود التفعيل، وكود التفعيل هو مكتوب لك اوتوماتيك اهو زي ما احنا شايفين. كود التفعيل 10 سبعات، بضغط 10 سبعات والدنيا زي الفل، ويقول لك ان تم التفعيل لمده 12 شهر. انا مش هفعله لان انا مفعل اكتر من اي بي تي في موجود على الجهاز. بخرج بالشكل ده. الها نفس الكلام يا جماعه، الها هنا اهو زي ما احنا شايفين، هو بيقول لك اوبن. هو اوبن هنا يعني هو كده متفعل وجاهز على الجهاز. وبرده بيقول لك ياتيك ها لمده 24 شهر زي ما احنا شايفين كده مكتوب قدامك اهو، لمده 24 شهر مجانا عند التفعيل. ويا ريت انا بقولها نصيحه لكل اللي بيشتري الجهاز 2080، هات الجهاز وفعل سيرفر هاها برو 2. هاها برو 2 ده سيرفر عالمي زي ما احنا شايفين كده. لو نزلنا دي مكونات السيرفر، مكتبه رياضيه، مكتبه مسلسلات، مكتبه افلام، لايف تي في، امكانيات عاليه جدا. عندك كل ما تتخيله من قنوات، والرياضه خصوصا جميع مباريات وبطولات العالم هتلاقيها على الجهاز مع كل الامكانيات اللي احنا شايفينها دي على الها. انت لو فعلت الها ده لمده سنتين ما تفعلش اي سيرفر تاني، نصيحه. سيب السيرفرات الباقيه وفي اي وقت تاني تفعلها، بعد 6 اشهر 8 اشهر بعد سنه حتى، فعل واحد تاني او اتنين بعد الهاها. بس انا بقول لك الهاها اي بي تي في هو بيكفي جدا، وخصوصا ان هو في اي وقت ازدحام من المباريات شغال بدون اي تاثير، شغال ممتاز جدا. فنصيحه فعل هاها بس وسيب الباقي كله، نصيحه. تمام. انا طبعا مفعله عندي وشغله والدنيا زي الفل. اي تطبيق من التطبيقات دي عايز تسطبه بتخش عليه، يعني جوجل كروم مثلا انا منزله، هيجي هنا يقول لك اوبن. ما دام قال لك اوبن يبقى هو متسطب عندك. ما قالكش اوبن وقال لك داونلود يبقى هو عايز تنزله عندك المتصفح نزله. يعني انا لو جيت خرجت كده ورحت على جوجل كروم، انا واقف كده على جوجل كروم بفتحه عادي جدا، عايز اتصفح اي شيء بضغط كده اوكي. بس دايما الافضل لما بتيجي تشتغل عليه على جوجل كروم خصوصا المتصفح، التصفح والبراوزر ده بالماوس بيكون اسهل كمان. الماوس اللي هو اللي جاي مع الجهاز بيكون استخدامه اسهل جدا. يعني بتكتب اي موقع مثلا، يلا مثلا يلا كورة مثلا، بضغط ايه الماوس بتاعه اهو، اوقف على يلا كورة زي ما احنا شايفين كده. انا كده على جوجل كروم اللي موجود على الجهاز.
فتح معانا المتصفح عادي جدا. هنخرج كده يا جماعة. عايز اخرج بخرج من السهم المعوج اللي موجود عندي على الجهاز، بخرج من الماوس، بضغط ضغطتين على علامة الماوس زي ما احنا شايفين كده. عرفنا ازاي نقدر ننزل تطبيق بسهولة، وفي نفس الوقت ازاي نقدر نشبك الواي فاي. طب هنروح بقى للتلفزيون عندنا. انا مش هشرح كل حاجة النهاردة، بس عندك تطبيقات على الجوجل عايز تنزلها، بتخش على متجر جوجل قدامك اهو، ده متجر جوجل بلاي عادي جدا بتخش عليه. بس قبل ما تخش لازم تحط الجيميل بتاعك، ضروري تحط الجيميل بتاعك. ليه؟ لان الجيميل اساسي بيفتح، لازم بيفتح بجيميل. حط الجيميل بتاعك وابدأ اشتغل زي ما انت شايف كده، الدنيا شغالة تمام. نزل اي تطبيق انت محتاجه هتلاقيه شغال زي الفل، مفيش اي مشكلة. تمام؟ ده بالنسبة التطبيقات ومتجر التطبيقات على جوجل بلاي. تمام؟ انا بشرح في عجالة ومش عايز اطول عليكم. بعد كده يا جماعة عايزين نروح بقى التلفزيون عندنا او القنوات بتاعتنا. باجي كده بقف هنا، يعني بص انا ماشي يمين شمال اهو، باجي هنا اول ما الاقي العلامه زرقت كده تحت الان يوجد معلومات تحت الصوره اللي شغاله دي صوره التلفزيون اصلا، بضغط عليها بالشكل ده بتظهر معانا زي ما احنا شايفين. ده اولا شكل البيكونات زي ما احنا شايفين كده. البيكونات كل قناه ليها علامه مميزه جنبها زي ما احنا شايفين، وده بيكونات احترافيه كلها ما شاء الله. وشكل القائمه حاجه شيك كده وحاجه شكلها يفتح النفس بصراحه. طبعا انا هحاول ان انا اداري شعار القناه والدنيا دي علشان ممنوع. زي ما احنا شايفين الدنيا ما شاء الله بيكونات محترمه جدا، واحدث ملف قنوات موجود على الجهاز، وعندك اكتر من 20 او 25 قمر موجود عندك، ما يوازي حوالي 6500 قناه او 6000 قناه زي ما احنا شايفين. ترتيب ممتاز جدا، وكل القنوات هتلاقيها موجوده عندك بصوره ممتازه. طيب انا كده عايز بقى افعل مثلا الجوسات بلس اللي عندي، وانا واقف كده على القناه بضغط بضغط منيو، زرار منيو بيظهر قدامي القائمه دي. اول حاجه عندي برمجه وتثبيت، دي اعدادات الطبق. لو ضغطت عليها بالشكل ده بيديني الاقمار اللي عندي، وبيديني في نفس الوقت الترددات. انا لو واقف على النايل سات وعايز اجيب تردد معين، باجي بضغط يمين وبروح على المصدر اللي هو التردد اللي واقف عليه، ولو ضغطت عليه بالشكل ده بيديني الترددات. لو عايز اي تردد عايز ابحث عنه بقف عليه بالشكل ده وبنزل بضغط على الزرار الازرق بيديني بحث. تمام. طيب لو انا عايز اعمل حاجة تانية اللي هي ان انا اضيف تردد. انت لو عايز تضيف اي تردد على الجهاز ده بسهولة بتدوس وانت واقف هنا على منيو كده، وانت واقف هنا كده بتدوس على كلمة انفو. كلمة انفو موجودة في الريموت عندك مش بعيدة. لما بتضغط على كلمة انفو بالشكل ده بيظهر عندك الترددات. ضغطت على كلمة انفو انا واقف على المنيو وانا على القنوات بيظهر الترددات. لو عايز تضيف تردد مكتوب قدامك بالزرار الاحمر اضافة، زرار الاخضر ضبط، زرار الاصفر حذف، زرار الازرق بحث. يعني انا عايز مثلا اعمل بحث على تردد معين، او عايز اضيف تردد. انا اوريك اسهل طريقه. عايز تضيف تردد بتدوس على الزرار الاحمر بالشكل ده، وموجود قدامك اهو رقم التردد 116، التردد والقطبيه والرمز. هكتب مثلا تردد 11863 مثلا اتش، وبكتب 27500 ده تردد اون تايم 27500، وبنزل بدوس تأكيد. لما بنزل بدوس تأكيد بينزل التردد في الآخر، هو تردد رقم 116، هو آخر تردد خالص. أنا عايز بس أوضح التردد بتاعي كده ظاهر وأوضح، هو آخر تردد ده. لو أنا جيت ضغطت عليه بالشكل ده وعملت جنبه علامة صح ودوست بحث هيبدأ يبحث. بس طبعا أنا هعمل عملية البحث بس مش هنزل قنوات. بيقول لي هنا عايز آلي ولا الكل ولا نوع الخدمة. طبعا أنت هنا بتخليه آلي،
ممكن بدل آلي بتخليه شبكة او عشوائي. عشوائي ديت اللي هي بحث اعمى، انت عايزه آلي يعني بيبحث كده عن آلي دوت عن التردد ده بس. تمام. والكل نوع الخدمة هنا مشفر ولا مجاني، انت بتحتاج قناة مجانية بس او كل القنوات، بتنزل كل القنوات. نوع الخدمة تلفزيون بس ولا اذاعة ولا الكل، يعني عايز تنزل راديو تلفزيون ولا راديو بس او تلفزيون بس، انت بتقول خليها الكل وبتيجي تدوس بحث. تمام. طبعا انا مش هجيب اي حاجة ولا هجيب حتى اسماء القنوات وهي بتنزل، واخرج كده وكده بيعمل عملية البحث. بخرج كده بعد ما بيخلص عملية البحث يا جماعة بيبدأ يقول لي اوكي. تمام. بس دي اسهل طريقة لعملية البحث، دي اسهل طريقة لعملية البحث عن القنوات، وبينزل القنوات بتنزل بصورة سلسة جدا وسهلة جدا. طب انا لو عايز احذف تردد وانا واقف عليه كده بدوس في كلمة حذف باللون الاصفر، بروح دايس على اللون الاصفر بالشكل ده، بيقول لك حذف موافق ولا لا. طيب انا عايز بدل حذف عايز انقل قناه. انقل قناه مش هنا، انا هنا ممكن انقل تردد، اخلي تردد قبل تردد، امرها سهل. لكن انا عايز القنوات بقى بروح خارج بالشكل ده. بس قبل اي حاجه انا عندي دايزك مثلا اكتر من قمر، عندي قمر مثلا الهوت بيرد والنايل سات. ناس كتير هيجي لهم الجهاز ويقول لك ده النايل سات مش شغال. لا، النايل سات شغال. هتقف على النايل سات حضرتك وانت واقف كده عليه، وهتروح دايس سهم يمين، وتنزل هنا للدايزك 1.0 اللي قدامنا دوت. لو انت عندك دايزك وعندك اكتر من قمر، وبتخليه على LNB 1 او 2 حسب ما الدايزك متوصل فوق، بس في الغالب نايل سات دايما بيخلوه على LNB 1. عندك قمر تاني بتروح تقف على القمر التاني اللي عندك، لو مثلا هوت بيرد مثلا بتقف عليه بالشكل ده. تمام. مكتوب هنا ان هو LNB 3، لا هو LNB 2. بتروح دايس كده بالشكل ده بيجيب لك لاقط 1 و2 و3، انت بتدوس لاقط 2، يبقى هو كده 2. دايزك 1.1 محدش بيستخدمه كتير، بتخليه لا شيء. تمام. يبقى انا كده ظبطت حته الدايزك. لو انا عندي اكتر من قمر على الطبق، يعني 3 اقمار او حاجه، فالدايزك لازم اظبط الاول الدايزك عشان استقبل التردد بصوره سليمه. طيب انا دلوقتي كده اقف كده، انا مش عايز صور القنوات، انا معلش انا هداري كل صور القنوات يا جماعه بعد اذنكم. خلاص كده. طيب انا دلوقتي محتاج ان انا انقل قناه. عايز تنقل قناه بمنتهى البساطه، بتدوس منيو. تمام. معلش انا هقف على قناه مش شغاله، انا اصلا السلك مش مثبته قوي. القناه دي مثلا مش شغاله، مش مشغلها. لا دي شغاله، ثواني. عايزين قناه غير شغاله، عايزين قناه مش شغاله. تمام. دي قناه راديو مثلا، خلينا عليها. احنا واقفين كده يا جماعه على القناه ديت، عايزين نعمل عمليه نقل بقى. طيب انا عندي عمليه النقل سهله جدا ومش صعبه بالمره. باجي بدوس منيو في الجهاز بمنتهى البساطه، بخرج الاول من القايمه، بدوس منيو. لما بدوس منيو بروح على اداره القنوات. اداره القنوات هنا معناها ان انا ثانيه نزلت